في آخر لحظاته قبل الانتحار، وإيده كلها رعشة، بيلف الحبل حوالين رقبته بكل قوة، ومن جواه نفسه الزمن يقف وما يتقدمش ثانية واحدة. وبرغم إن نبضات قلبه مسموعة وتسمع آخر الدنيا، لكن بعد يأس يقرر. وفجأة، مش بس دي الوسيلة اللي بنسمع عنها اليومين دول، إن كتير من شبابنا بيتخلصوا من حياتهم في لحظة، لكن في لحظة كده تخيلت إن أنا عندي القدرة إن أنا أنط في دماغ كل واحد فيهم وأعرف اللحظات الأخيرة قبل الانتحار. ولقيت حاجة مشتركة في معظم القصص: الأمان. الفجوة الكبيرة اللي بدأت تتكون داخل كل طبقات المجتمع، سواء داخل الأسرة الواحدة أو ما بين أفراد المجتمع وبعض. أب وأم ملهيين في الحياة بشكل مش طبيعي، في استغناء تام عن فكرة المسؤولية، إن كل واحد مسؤول عن رعايته. جري مستمر في الدنيا ورا لقمة العيش اللي يدوب تسد جوع البطن، بدل ما تسد الفجوات والإخرام اللي الدنيا عمالة تفتحها لينا، من بعد عن الدين وبعد عن الأخلاق وبعد عن القيم وهلم جرة. الفجوة اللي بتخلي أي ولد أو بنت شايف إن أهله بعيد عنه بيحس بالوحدة والغربة وهم عايشين معاه. ومجتمع إلا من رحم ربي كل أفراده عايشين بمنتهى الأنانية، كل واحد بيقول نفسي نفسي، مستعد إن هو يعض في أي حد عشان مصلحته، ناسي إن ده دين، وكما تدين تدان. والنتيجة مجتمع ظهره عريان، واحد كتافه دلدلت من كتر الهم ومضطر ان هو يشيل الهم ده كله لوحده. واحده ممكن تتعرض بمنتهى البساطه للابتزاز، ما بتلاقيش الظهر ولا السند اللي يحارب معاها العالم ده كله. وواحد يضيق عليه الرزق شويه وما يلاقيش غير سكك شمال، يتحول بعدها لمجرم ولا سفاح ولا حرامي. ما هو ما عادش فيه كونسبت ولينظر احدكم من يخالف. ولما بتكلم عن الانتحار هنا، مش شرط ان الواحد يتخلص من حياته وخلاص. الانتحار هنا ممكن يكون تطرف، ممكن يكون ادمان، ممكن يكون اجرام، او ممكن يكون الحاد. المرحله اللي احنا فيها دي من الزمن محتاجه ان احنا نقرب من بعض شويه، نفعل خاصيه التراحم ماديا نفسيا اجتماعيا. في الفتره دي محتاجين ان احنا نحس شويه بالامان.